كان طلع لي غير مؤخرا الفيديو ديال واحد الكوميديان وطبيب في نفس الوقت، راه معروف في المغرب، غير نسيت سميتو، كيدير ندرات. وبحال سولاتو شي وحده في واحد اللايف زعما شنو اللي تبغيتو في الصبي هاد الجيل ولا شي حاجه بحال هكا، عطا واحد الليسته طويله ديال النصائح: تفيقوا بكري، ديروا سبورت، تقراو، تخدموا على راسكم، تاكلوا ماكله صحيه، ما تكميوش، ما تشربوش، تصليو. وبصراحه ما عرفتش الفائده ديال النصائح اللي كيكون بحال هكا، اللي اصلا حنا كاملين عارفينهم كبار وصغار. كاملين ما كرهناش نبقاو نفيقوا مع 5 الصباح، نصليو الفجر في الوقت، ونجريو ساعه في النهار، ونشربوا 2 لتر الماء، ونخدموا على احلامنا، ونقراو 4 الكتب في الشهر، ونعسوا في الوقت، ما نكميو ونشربوا والى اخره. ولكن مجرد الرغبه في هادشي ما كيعني حتى شي حاجه. داكشي علاش القيمه ديال هاد النصائح بالنسبه لي صراحه كتساوي صفر، حيت شتانه بين داكشي اللي باغيين والواقع ديالنا. حنا ماشي عباره عن آلة ولا فياق كتقول لي صوني مع الساعه الفلانيه وكيصوني. كاين بزاف العوامل الاخرين اللي كيدخلوا في تصرفاتنا وفي طريقه العيش ديالنا، عوامل نفسيه، بيولوجيه، وحتى روحيه. وانك تنتقل من واحد نمط العيش ومن واحد الواقع معين لواقع متطرف عليه كليا ومخالف ليه 1000%، شي حاجه اللي مستحيله، ولا الجسم ديالك لا العقل ديالك يقدر يديرها. وحتى كاع الا قدرتي دير داك التغيير المفاجئ ما بين الليله وضحاها، في اغلب الظن انك ما غاديش تقدر تفوت سيمانه الا طولتي وترجع للواقع ديالك القديم. ماشي حيتاش فيك الديفو، ولكن حيتاش هكا الانسان مصمم. وانا اكبر مثال حي على هاد اللعيبه. ما عرفتش شحال من عام هادي وانا كنحاول غير باش نقاد نعاسي بالطرق الخطا، ولكن بدون جدوى. والعكس كاين حوايج اخرين اللي اجوستيت الاسلوب الحياه ديالي عليهم وقدرت نبدلهم، حيث استخدمت الاساليب الاصح. بطريقه او باخرى كاملين كيبان لنا ان الخط الوحيد الفاصل ما بين الحياه اللي عايشينها دابا والحياه اللي كنتمناو نعيشوها هو واحد الحاجه كتسمى الانضباط او الالتزام او لا ديسيبلين. اكبر دليل على هذه الحاجه هو مثلا القرايه. الا كنتي باغي تفاليدي سيمستر ولا كتقرا في الليسي، بغيتي تنجح في الاخر العام نقطه مزيانه، تخيل راسك كتراجع يوميا 4 سوايع في النهار بلا مشتتات، كل نهار العام كامل ولا السمستر كامل بلا ما تسقل حتى نهار واحد. اكيد انك اذا التزمتي بهذا السيستم غتجيب معدل ممتاز وغتنجح وكل شيء. ولكن واش شي شخص اللي بزز باش كيهز الكتاب كيخدم شي حاجه مره في شحال يقدر بالليله ونهار يولي كيبريباري 4 سوايع في النهار؟ واخا تكون عنده بزاف ديال الرغبه والحماس والتحفيز، ما كنظنش انه يقدر يكمل على هذا السيستم. مع ان كاينين الناس اللي كيقراو حتى 12 ساعه في النهار، واخا كيبان مستحيل، ما عرفتش كيفاش كيديروا لها، المهم كيقولوا. انا ما كيبان ليا، ما كنشوفش ان السر باش يوصل لواحد لدرجه كبيره من الالتزام هو ان يكون عنده قدر كبير من الاراده وداكشي كامل. مع ان هادو حوايج مزيانين طبعا وما كرهناهمش يكونوا تا هما، ولكن كنظن انه باش الواحد يوصل لدرجه كبيره من الالتزام خاصو يعرف كيفاش يخلي الظروف اللي دايرين به يتاقلموا ويخدموا لصالح ديك الحاجه اللي هو باغي يوصل لها. داكشي كامل اللي كنشوفو كنقراو ديال كيفاش تفيق بكري مثلا، ولا كيفاش تولي منتج كتار، ولا ايا كانت الحاجه اللي بغيتي توصل ليها، ما تقدرش غير تجي وتطبقوا على راسك، حيت حنا ماشي برامج كيتانستالو فينا قوالب كنخدموا تبعا ليهم. كاملين عندنا حياتات ولا حيوات، ما عرفتش شنو هو الجمع ديال الحياه. مهم عندنا حيوات مختلفين، عندنا ظروف مختلفين، عندنا طرق ديال التفكير والاستجابه مختلفين، ما كنتصرفوش بنفس الطريقه وما كنحسوش بنفس الاحاسيس تجاه الاشياء. اذا ماشي واقعي نهائيا انك تسمع نصيحه معينه عند شي واحد وتبغي تطبقها على راسك كما انزلت. ولحسن الحظ والحمد لله ان ما كاينش غير طريقه واحده باش الواحد يوصل لشي حاجه معينه باغي يوصل لها. كل الطرق تؤدي الى الصين كما كيقولوا، خاصك غير تعرف شنو غيخصك تسلح به باش ما تضيعش وانت في الطريق. شويه ديال العمق. وكنظن انكم كلكم حسيتوا بهذا الاحساس على الاقل شي مره، فاش كتسمعوا شي استوس من عند شي واحد كتحاولوا تطبقوها وما كتصدقش. كميه الاحباط اللي كتحسوا بها ما كتوصفش. مثلا انا من بين الحوايج اللي سمعت، الا بغيتي تفيق في الساعه الفلانيه غير حط التليفون في بيت اخر، وفاش غيصوني غتكون انت مضطر تمشي للبيت الاخر باش تطفيه، وبالتالي غتفيق. وبصح جربتها وكنمشي للبيت الاخر وكنطفي التليفون وكنرجع الناس، وكيجيني الاحباط وكنحس براسي معكازه وكنسب راسي وكنكره راسي بسبب هذا التصرف، حيتاش طبقت واحد القالب اللي خدم مع شي شخص معين على راسي بلا ما ناخذ معي الاعتبار الظروف الفيزيولوجيه والنفسيه وغيرها اللي مرتبطه بيا انا كشخص.
انا صراحه وليت كنحاول نبدل الشوفه ديال الالتزام بلاصه ما نشوفو على انه واحد الطبع ولا واحد الميزه خارقه اللي غنفيق شي نهار وفجاه غتولي عندي، الا امنت بين قوسين بما فيه الكفايه، ولا كنت متحمسه ومحفزه بما فيه الكفايه تجاه شي هدف معين. وبالمقابل بديت كنشوفو على ان لو فيت انك كدير محاولات مستمره باش تزيد واخا غير خطوه صغيره لقدام تجاه هذيك الحاجه اللي بغيتي توصل ليها، بشرط ان هذه المحاولات خاص يكونوا خاليين من الاحساس بالذنب والندم واللوم، وخاصه السبال والكراهيه تجاه راسك، حيت ما كيعطيو حتى شي نتيجه تقويه. بحال كيما درت دابا هاد اللحظه شي 3 السوايع وانا جالسه وكنحاول نقنع راسي غير باش نسجل هاد الحلقه، دايره واحد الحرب نفسيه ومدابزه، ودابا كنحس بالانتصار حيتاش اخيرا قررت نجلس ونسجل. هذا بالنسبه لي هو الانضباط والالتزام. كنظن ماشي بالضروره انني نسجل 6 حلقات في النهار ونبوست في يوتيوب يوميا، واخا ما كرهتش شي نهار نوصل لذاك المستوى، ولكن غير لو فيت انني تغلبت اليوم على راسي وقدرت نهز الميكرو ونسجل، هذا بالنسبه لي محاوله صغيره تجاه الهدف ديالي اللي هو انني نبوست في يوتيوب ولا سبوتيفاي. دونك بعباره اخرى الالتزام هو الارتباط المنضبط ولا المستمر بهذه المحاولات والخطوات الصغار اللي حبذا لو انهم يكونوا يوميين، حتى واحد النهار كيوليو تلقائيين حيت كنتعودوا عليهم، واللي مع الوقت واخا هما صغار كيبينوا لنا فرق كبير وكيخليوك تقرب لداكشي اللي بغيتي نهار على نهار، وكيخليو الصوره توضح قدامك نهار على نهار. والاهم الا بغيتي تستمر في الانضباط باش ما ترجعش لهداك السيستم اللي كنتي عايش به قبل، ما تخليش هذوك الخطوات الصغار اليوميين اللي كدير ما تخليهمش ياثروا لك على المجرى ديال حياتك بشكل اللي غيخليك تبغي ترجع لذاك السيستم القديم وتبدا من الزيرو. يعني من الاحسن يكونوا خطوات صغيورين في نفس الوقت، واخا هما صغار كيتراكموا كيعطيونا نتيجه اللي تقدر تفاجئنا في الاخر، حيت بحكم انهم صغار اول حاجه ما كيخلعوناش وما كيخلوناش نحسوا باننا خرجنا من ديك البلاصه ديال الكونفور الا بغينا نسميوها. ومن ناحيه اخرى كنشوف باللي هذا الكونسيبت ديال الالتزام ولا الانضباط هو اكبر تعبير عن الحب تجاه راسك، حيت ما كاينش شي واحد كيبغيك قد شخص كيضرب تماره دابا ولا كيزير راسو دابا باش يخليك انت تكون مرتاح في المستقبل، بحال شي علاقه ابويه مع راسك. وهذا هو الانضباط، حيت حنا علاش كندابزو وكنحاولوا نضابطوا وكنديروا لي فور وكنضربوا تماره دابا باش حنا نكونوا في المستقبل مرتاحين واحد شويه اكثر وباش نكونوا فرحانين اكثر ولا ايا كان الهدف اللي بغينا نوصلوا ليه. حيت مهما حاولنا نبسطوا هذا الكونسيبت ديال الالتزام ولا الانضباط ولا لا ديسيبلين، في الاخر كيبقى واحد الحاجه اللي ماشي سهله نهائيا، ولو كانت سهله ما كناش غادي نعانيو باش نوصلوا ليها ولا نتناقشوا فيها اصلا. داكشي علاش لفت انك كتحاول تكون منضبط على قبل راسك في المستقبل، سواء منضبط صحيا ولا اكاديميا في القرايه ولا تعبديا او في الاهتمام بالصحه النفسيه ديالك او في تصرفك مع الفلوس ولا ايا كان الهدف. في الاخر الهدف ديالك هو انك تخلي راسك في المستقبل قريب ولا البعيد تكون مرتاح من ناحيه من هذه النواحي، وهذا كيبان ليا اسمى تعبير على الحب لراسك واكثر حاجه كتبين شحال كتقدر راسك وكتحترمه. حيت كنظن شي مرات ان اللي كيمنعنا باش نبداو شي حاجه معينه او نستمروا فيها واخا بديناها هو الاحساس باننا ما كنستاهلوهاش، واخا هذا الاحساس بعدم الاستحقاق ماشي دائما كيكون واضح لينا مزيان ما بيننا مع راسنا. حيت منطقي بزاف انك الا بان لك شي واحد ما كيستاهل شي حاجه ما غتعطيهاش ليه، هكاك الا كانت قيمتنا عند راسنا طايحه وما كنشوفوش اننا كنستاهلوا داك لوبجيكتيف لاش باغيين نوصلوا، ما كاينلاش غنضرب تماره من الاساس ونحاول نوصل داك لوبجيكتيف على قبل داك الشخص اللي اصلا في نظري ما كيستاهلش يحقق ديك الحاجه اللي بغا، ما كيستاهلش الحب وما كيستاهلش الثقه. وبالتالي كاين حتى مشكل ديال الثقه فاش ما كنقدروش نضبطوا في شي حاجه معينه. من الحوايج عاوتاني اللي كيمنعونا هما فاش ما كتكونش عندنا الثقه في راسنا، حيت الانضباط كيعني الدخول لواحد المرحله جديده اللي غالبا ما كتكونش مريحه وغتكون مختلفه وماشي اعتياديه بالمقارنه مع داكشي اللي موالفين. دونك الا ما كنتيش تايق في راسك بما فيه الكفايه باش تسير هذه المرحله الجديده اللي ماشي مريحه، غيجيك صعيب انك تستمر فيها وبالتالي انك تبقى منضبط عليها. مثلا الا بغيتي نقولوا تبدل الخدمه، يقدر مثلا الخدمه اللي فيها حاليا ما عجبكش فيها الخلاص او الجو ولا الناس ولا عندك شي مدير متنمر ولا اللي كان السبب اللي غيخليك تبغي تبدل هذه الخدمه، واخا ما كرهتيش تبدا تقلب البديل من غدا وعارف انك الحاجه الوحيده اللي محتاجها هو يمكن دير لا ميزاجور السي في ديالك وتمشي تقلب على لي زانونس ودوز لي زونتروتيان، واخا عارف انك ربما الفرص اللي غيقدروا يتعطاو لك غيكونوا حسن بزاف من ديك الخدمه اللي عندك دابا اللي ما عجبكش،
ولكن واخا هكاك تقدر تبدا تماطل وتاجل وما تكونش منضبط وملتزم بداك المخطط اللي داير في راسك باش تلقى الخدمه جديده. وحنا معذورين صراحه في مواقف بحال هادو، حيت واخا الحاله فاش كاينين دابا ما كتكونش عجبانا، ولكن على الاقل كنكونوا فاميلياريزين معها ولا موالفينها ولا بغينا نقولوا، حيت هذا الواقع فاش عايشين يقدر انه ما يكونش عاجبنا ولكن فاهمينه وموالفينه وما كيخلعناش حيت مجربينه وعارفين راسنا ما غيغلبناش. بينما داك الواقع اللي كنتمناو لراسنا واخا هو زوين وكنحلموا به وما كرهناش نوصلوا ليه، ولكن في الحقيقه ما كنعرفوش عليه بزاف حيت ما عمرنا ما جربناه، من غير انه كيبان لنا مشرق اكثر وكنتمناو نعيشوا فيه اكثر من الواقع اللي عايشين فيه دابا، ولكن عمرنا ما عشنا فيه. داكشي علاش كنخافوا منه نوعا ما وما كنثقوش باننا نقدروا نجيريوه بالخايب والزوين ديالو، وهذا الشيء اللي كيمنعنا اننا نضبطوا باش نوصلوا ليه. مهم مساله خوف وعدم ثقه. كيجيونا افكار بحال ما كتبدل صاحبك غير ما كفت منه، علم الله الخدمه الاخرى كي غتجيني، واش غنولف كي غنجيهم، ياك ما مسمومين الناس تما، واش غنقدر على دوك لي طاش اللي كيديروا، ياك ما غنجيهم مكلخه. على الاقل هادشي اللي كيطرى لي انا شخصيا باش كنبغي نبدل من خدمه لخدمه، ولكن صراحه في اغلب الاوقات ديما كتكون تجربه كتستحق العناء، وكنكون دائما فرحانه انني اتخذت ديك الخطوه باش نمشي للخدمه الاخرى. دونك هي باختصار مجرد نوع من المضاربه ما بين ديك لا زون ديال الامان ولا زون ديال عدم الامان ولا ديال التوسع، واللي هي حاجه معروفه وطبيعيه في الانسان، ولكن في نفس الوقت غريبه وكتمرض. كيفاش اننا كارهين شي حاجه في الواقع ديالنا وباغيين نبدلوها، ولكن الجسم والعقل ديالنا كيبقى كيقاوم وما باغيش يخرج من منطقه الامان ديالو بحجه الخوف والاحتياط. هذا هو اكبر تحدي واول حاجه كنظن خاص الواحد يخدم عليها الا بغى ينضبط على شي حاجه معينه ويلتزم بها، هو انه يتقبل اولا انه جدير بهذيك الحاجه وكيستحقها، وبانه فعلا عنده القدره باش يوصل لها، سواء كانت في القرايه ولا في الكارير ولا في علاقتك مع اولادك ولا مع سيدي ربي ولا مع الفلوس. ايا كان هذيك الحاجه اللي بغينا نوصلوا لها ولا نبدلوها، خاصنا بعدا هو الاول نتقبلوا اننا كنستحقوها وجديرين كل جداره بها، ونثقوا في راسنا اننا نقدروا نجريوها بالخيب وبالزوين اللي فيها. صراحه هذه حاجه اللي بكثره ما هي بديهيه ولكن كنتجاهلوها، حيت امبوسي انك غادي تفيق واحد النهار وتبقى تقرا على كيفاش تمشي لمحطه الفضاء الدوليه. على الاقل بالنسبه لي انا كاين لي هذا هو الاوبجيكتيف ديالو في الحياه، ما عرفتش، ولكن انا مثلا ما يمكنش نفيق شي نهار ونقول اجي نقلب على كيفاش تولي رائد فضاء، حيت ديجا انا في راسي عارفه ومقتنعه ومتيقنه مليار في المية انني لا عندي القدره الاكاديميه ولا الماديه ولا الطاقه باش نحقق هذا الاوبجيكتيف اللي بحال هكا. طبعا هذا مثال متطرف، ولكن كاينين دي زوبجيكتيف اللي حنا باغيين نوصلوا لهم ولكن في الداخل ديالنا مقتنعين اننا مستحيل نوصلوا لهم وما عندناش الكفاءه باش نوصلوا لهم. والمفاجاه غير الساره هي طول ما اننا احنا مقتنعين بعدم الاهليه والاستحقاق ديالنا لهذه الحاجه مستحيل نوصلوا لها الا الى ربي بغانا نكونوا استثناء. داكشي علاش الخطوه الاولى باش الواحد يقدر ينضبط في شي حاجه انا كنقول هي صارح راسو واش فعلا مقتنع انه كيستاهل ديك الحاجه وعنده الثقه في راسو انه يقد عليها او لا. الا كان الجواب هو ايتك هذا الله يوفق، ولا كان الجواب هو لا والله ما تبدا تلوم في راسك علاش ما قدرتش نكون منضبطه، علاش ما قدرتش نكون ملتزمه، وعلاش ما قدرتش نخدم على داكشي اللي بغيت. كنظن انك اول حاجه خاصك تكون واعي بمدى سوء الموضوع، انك كتحس براسك ما كتستاهلش ديك الحاجه اللي باغي توصل ليها، حيت يقدر يكون هذا ببساطه هو السبب اللي ما خلاكش توصل داكشي اللي بغيتي ولا تنضبط فيه. وهادشي كنقولوا انطلاقا من تجارب شخصيه اللي دزت منهم، حيت مثلا كنعقل فاش كنت كنقرا خاصه في الليسي كنت عندي واحد القدسيه للقرايه ما نقدرش نوصفها لكم. كنت مقتنعه بلي الهدف الاسمى والاعظم والحاجه الوحيده اللي خاص تكون عند الشخص في العمر ديال ديك الوقت 16 ولا 17 عام هو يقرا مزيان ويجيب مزيان في النتيجه. كما كنت ديجا قلت لكم كنت كنفيق في نص الليل باش نخدم تمارين الماط والفيزيك، نفيق مع الصباح شي مرات مع 2 الليل. كنت كنشري ديما ديال كل سيمستر ديال كل ماده ماط فيزيك شيمي، وكانت عندي واحد الكارطونه كنجمع فيها اوراق ديال الزبده اللي فيها تخرج ديال التمارين. فاش كنعمر شي ورقه ديال الزبده كنرميها تما. كنت كنحس بالانجاز فاش كنشوفها كتبدا تعمر بورقه الزبده عامره بالتخرج ديال الماط والفيزيك. دونك تقدروا تخيلوا كميه الالتزام والعلاقه القويه اللي كانت عندي بالقرايه في هذيك الوقت، على الاقل بالمقارنه مع راسي دابا. التركيز ديالي كله كان حرفيا غير على القرايه، وهذا الشيء اللي خلى الاعوام ديالي في الليسي مثمرين والحمد لله، وانا ممتنه بزاف لهذيك الفتره، العكس تماما ديال كيفاش دايره دابا. الا سولتيني دابا واش مقتنعه بالاحلام ديالك، واش ثقه في راسك انك غتوصلي للاحلام ديالك ولا لي زوبجيكتيف ديالك،
نقول لك انا اصلا ما عارفه شنو هما لي زوبجيكتيف ديالي ولا الاحلام ديالي، تالمو عندي ديك الصوره مضببه في راسي، ما عارفاش شنو الحلم ديالي ولا باش خاصني نحلم اصلا. كنظن جاتني ازمه ربع العمر ولا ازمه 25 عام. قولوا لي بالمناسبه الا بغيتو نديروا شي حلقه على ازمه 25، كنظن ان فيها بزاف الحوايج اللي نقدروا نهضروا عليهم. المهم كما قلت، كوني ما عندي حتى شي هدف اصلا ولا حلم واضح قدامي، وهاد الصوره المضببه اللي عندي في راسي خلاتني نكون عديمه الانضباط حرفيا. يعني دابا الا جيت نفكر في شي حاجه اللي كنقدسها بنفس الطريقه اللي كنت كنقدس بها القرايه شحال هادي، ما غلقى حتى شي حاجه، ما عندي حتى شي حاجه نهائيا في حياتي حاليا اللي عطيها داك التركيز وداك الاهتمام كما كنت عطيها الاهتمام والتركيز للقرايه شحال هادي. داكشي علاش بزاف المرات كنتوحش صراحه الايامات الليسي، وكنحس بهم احسن فتره في حياتي. واخا دابا عندي لاكسي لشي حوايج اللي ما كانش عندي ليهم اكسي ديك الوقت، ومرتاحه ماديا كثار وعاطفيا وبزاف النواحي، ولكن صعيب صراحه ان ما يكونش عندك شي اوبجيكتيف اللي مركز عليه وملتزم به وكتعطيه وقتك كامل، ولا على الاقل جزء كبير من وقتك. القرايه كانت تعطي واحد المعنى لحياتي، كنت شغوفه بالحياه وكل نهار كنت قاتل وندابز باش نوصل لواحد النقطه معينه في الاخر العام. وكنظن اصعب فخ يقدر يطيح فيه الواحد هو ديك الحياه الرتيبه قليله الشغف اللي ما فيهاش تركيز ولا حب لحتى شي حاجه معينه. دونك طبيعي جدا انني ما نكونش مضبطه في حياتي، وكنظن ان السبب في هادشي هو الذوبان والانغماس في الروتين اللي كتولي كتعيشو فاش كتولي انسان بالغ. كتكون خدام، كتمشي للخدمه كل نهار، كتخدم، كترجع للدار، كترتاح من الخدمه، كيوصل الويكاند كتحاول دير غازات وتحاول تستافد من ديك 48 ساعه ديال الويكاند ماكسيموم، كتحاول تخرج تفوج دير الميناج تنعس، كيوصل نهار الاثنين وكتعاود نفس الحلقه سنين وسنين، كيطيروا الاعوام بواحد الطريقه خياليه ما عرفتش كيفاش. والتوقعات اللي كانوا عندك على الحياه فاش كان في عمرك 17 ولا 18 عام كتلقاهم مخالفين تماما للحياه الواقعيه اللي كتصدم بها. داكشي علاش بزاف منا اللي كيموت فيهم الشغف في المرحله فاش كنوليو دي زادولت ولا ناس راشدين. كنهضر بحال عندي 40 عام، ولكن هادشي باش كنحس دابا كان بزاف ديال الناس اللي في لاج ديالي ولا كبر مني شويه حتى هما يقدروا يوافقوني الراي. ولكن ماشي مشكل، عمر ما كيمشي الحال باش الواحد يعاود يلقى الشغف ديالو ويجدد علاقته براسو بالحياه عموما. هادشي اصلا علاش بادين هذا البودكاست من الاساس، نوع من رحله في اكتشاف الذات مع بعضياتنا. المهم بيت القصيد هنا هو انك اذا بغيتي تكون منضبط بشي حاجه خاصك اولا وقبل كل شيء تكون مآمن بهاد الحاجه كتبغيها، كتكون كتعطي معنى لحياتك بحال كيف ما كانت علاقتي بالقرايه، وتكون مقتنع بانك كتستاهل داك لوبجيكتيف فينال ديال ديك الحاجه. وفي حالة كنتي مآمن بهاد الحاجه ولكن ما مآمنش بانك تقدر توصل ليها، تقدر تستعمل اكثر طريقه تقليديه وكلاسيكيه وكليشيه باش تعاونك، اللي هي ورقه وستيلو. ما نقولش لك شنو تكتب ولا شنو ما تكتبش، ولكن غير لفت انك تعبر على راسك بستيلو يخلي بزاف الحوايج يوضحوا لك في راسك، غتفهم اكثر راسك وشنو باغي وشنو مخليك تعتقد بانك ما تقدرش توصل داكشي لاش باغي، والمخاوف ديالك اللي مرتبطه بديك الحاجه اللي كتمنى تنضبط فيها. وغتشوف كيفاش غتقيس شي بلايص من مخك بالورقه والستيلو اللي يمكن عمرك ما قدرتي توصل لهم بمجرد تفكير بوحدو. غتشوف كيفاش بزاف الحوايج اللي كانوا خالعينك بمجرد ما كتكتبهم ما كيبقاوش مخيفين، وبزاف الحوايج اللي ما كنتيش فاهمهم فجاه غادي تفهمهم حيت كتبتيهم، وبزاف المعيقات اللي كنتي دايره في راسك فجاه لقيتي لهم تخريجه. وكنظن ماشي بوحدي اللي كنقول هاد الهضره، الكتابه خاصه باليد ماشي بالكلافي ولا التليفون عندها واحد التاثير غريب بزاف على الدماغ والمشاعر ديالنا. يمكن داكشي علاش هذا ربي خلق القلم بيديه وعلاش كاينه صوره سميتها القلم، ما عرفتش. المهم مجرد افتراضات وصافي الله اعلم. المهم فاش غتعبر على الحاجه اللي بغيتي توصل ليها كتابه ماشي غير تفكيرا، وعلى الحوايج اللي خايف يطراو وانت في طريقك لتحقيق هذيك الحاجه، والادوات اللي متاحين ليك والادوات اللي ما متاحينش ليك، والكفاءات اللي عندك والكفاءات اللي ناقصينك باش توصل لك الحاجه المعينه، غتلقى بلي اغلبيه القناعات اللي عندك في راسك هي مجرد افكار تلقائيه كيفرضها عليك دماغك، واخا ماشي منطقيه، غير باش يبقى في منطقه الامان ديالو كيف ما قلنا في الاول. حيت الدماغ مع الاسف ديما كيحاول يشوف غير الحوايج الخايبين والجانب السلبي في التغيير عموما وفي الحوايج اللي جديد عليه، حيت كيخاف علينا وكيبغينا نبقاو غير فين حنا، وكيبغي يتاكد باننا غنكونوا في امان. دير بحال داك نوع الاباء اللي كيخاف على ولده لدرجه انه ما كيصيفطوش للمدرسه، ما كيخليش يهضر مع الناس، خايف عليه لدرجه انه هو اللي كيأذيه اكثر من دوك الحوايج مناش خايف عليه. داكشي علاش الواحد خاصو يدرب دماغه واحد شويه باش ما يبقاش متعلق ومدمن
على الواقع الحالي ديالو. والكتابه كتعاون الدماغ بزاف باش يبدل النسق ولا النمط ديال التفكير ديالو، وما يبقاش مركز غير على الحوايج السلبيه والحوايج اللي كيخلعوه في الاشياء اللي كنتمناهم يتحققوا وباغيين نوصلوا لهم. وهاد الحاجه انا جربتها بزاف وحسيت بها بزاف مع الناس. خصوصا عندي امنيه كبيره وليت كنقول امنيه حيت ولا الموضوع صعيب عليا بزاف لدرجه وليت غير كنتمناه، ما بقيتش اصلا كنقول اوبجيكتيف. امنيه كبيره باش انني نفيق كل صباح قبل ما تطلع الشمس اولا في الوقيته ديال الفجر. وفوق ما فكرت في الموضوع بجديه وقلت مثلا غدا شنو غندير باش نفيق مع 6 الصباح مثلا، حرفيا كنحس بالرعب، زعما ليترالمون كنحس بالخوف. حتى الموند باغي ما موالفش يفيق بكري وموالف يبقى ناعس حتى 8 في ايامات الخدمه، لدرجه مجرد التفكير في الفياق مع 6 ولا كيجي بحال شي فيلم ديال الرعب. والموضوع كيجيني مضحك ومثير للشفقه في نفس الوقت، كيفاش ان دماغنا كيحاول يحمينا لدرجه انه كيخرج علينا حرفيا. هذا غير منعاس. وقس على ذلك الا كنتي باغي تبدل المدينه ولا تمشي لدوله اخرى ولا تبدل التخصص القرايه ولا تزوج ولا تخرج من علاقه، مهما كانت الحاجه اللي باغي دير مزيانه وفيها الخير وغتنفعك، دماغك غيحاول ديما يقاوم لاخر نفس باش يمنعك باش دير هاد الحاجه، ظنا منه مسكين انه كيحميك وكيحافظ على الامان ديالك. وهنا فين خاصنا حنا نحاول نقنعوه ونشرحوا ليه ان واخا الموضوع مخيف وغيكون مختلف وجديد علينا، ولكن راه في صالحنا وغينفعنا. نوع من الترويض ديال الدماغ اللي المفروض انه يعاونك توصل للانضباط والالتزام. في الاخر كنتمنى تكون هاد الدردشه عاونت شي واحد واخا غير شويه. انا غادي نعاود نبارطاجي معكم الابديت في حاله رجعت للسيستم ديال الانضباط والالتزام في شي حاجه معينه في حياتي. كنتمنى لكم كاملين تحققوا داكشي اللي بغيتو في حياتكم. كنتمنى لكم بزاف ديال الحب والسلام في علاقتكم مع راسكم، وما كرهش تقولوا لي شنو هي الحاجه اللي كتعانيو باش تقدروا تنضبطوا فيها وما كتقدروش تكملوا فيها، بحال القصه ديالي مع الناس، والعكس الحاجه اللي قدرتوا تنضبطوا فيها بحال كيما طرا لي انا مع القرايه في ايامات الليسي. تهلاو.